يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستكمال مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي شهدت تسليم النادي الأهلي درع بطولة الدوري المصري والاحتفال باللقب للمرة 43 في تاريخه. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة 28 لبطولة الدوري العام المصري يوم الأحد القادم 23 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد الدفاع الجوي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 82 نقطة بعد خوضه 32 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة. وسبق وتقابل النادي الأهلي وبيراميدز في 13 مباراة، تمكن النادي الأهلي من الفوز في 6 مباريات وفاز بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين في 3 مباريات. وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز النادي الأهلي ب3 أهداف دون مقابل في منافسات الجولة ال11. ويتبقى للنادي الأهلي بعد خوضه مباراة بيراميدز القادمة مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري لهذا الموسم أمام المصري البورسعيدي، لذلك يسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين القادمتين ليكتمل تتويج النادي الأهلي بالبطولة بدون أي هزيمة يتلقاها الفريق على مدار الموسم بالكامل.